حبايبنا طلبة تالتة إعدادي، تعالوا مع بعض في الفيديو ده هنحل النموذج الثاني من نماذج الأضواء. تعالى يلا نشوف النموذج ده بيقول إيه. عندك هنا أول سؤال بيقول لك إيه؟ بيقول لك choose the correct answer. عندك هنا في نمبر 1 بيقول لك everyone has not fingerprints. كل واحد عنده بصمات إيه؟ so the police can use them. فالبوليس يقدر يستخدمهم to catch bad people عشان يمسك الناس الوحشة. يبقى احنا عندنا old fingerprints اللي هي بصمات قديمة، ولا يونيك مميزة، ولا فيك مزيفة، ولا سترينج غريبة. لا، يبقى احنا عندنا مين؟ يونيك فينجر برينتس اللي هي بصمات مالها؟ بصمات مميزة. في نمبر 2 بيقول لك to change the adjective difficult. عشان احول الصفة اللي هي difficult into a noun، عايز احولها لاسم. we add suffix، بنحط المقطع ايه؟ والsuffix اللي هو المقطع اللي بيتحط في اخر الكلمة. يبقى خلي بالك السفكس المقطع اللي بيتحط فين؟ في اخر الكلمة. طيب difficult احط لها ايه عشان تديها نون؟ هحط لها اي او ان ولا ايشن ولا ال واي ولا احط لها واي؟ difficult هحط لها مين؟ هحط لها واي عشان تبقى اسمها difficulty اللي هي معناها صعوبة. يبقى عندك difficult صعب، difficulty اللي هي معناها ايه؟ معناها صعوبة. طيب في نمبر 3 بيقول لك the speaker said، المتحدث او اللي كان بيتكلم قال to some a we must work together. صلى على النبي. عشان اقفل الموضوع فانا عندي مثلا بكتب باراجراف وعايز اقفله او كاتب النهايه بتاعته، فانا بستخدم تعبير اسمه to sum up. يبقى عندك to sum up معناها عشان ايه؟ لكي نختم او لكي نقفل مين؟ الموضوع. طيب بيقول لك you should think before you not a big decision. قال لك انت المفروض تفكر قبل ما تعمل ايه قرار كبير. يبقى do decision ولا make ولا set ولا set؟ لا، هتبقى عندك كلمة decision بتاخد الفعل مين؟ تاخد الفعل make. يبقى make a decision معناها يعمل مين؟ يعمل قرار. نيجي للسؤال اللي بعده في الامتحان. عندك هنا القطعة اللي هي complete. زي ما اتفقنا هنترجم ونشوف الكلمات المناسبة اللي هتكمل الفقرة اللي عندنا. عندك أول حاجة عندك achieve اللي هي معناها إيه؟ معناها يحقق أو ينجز. وعندك stay اللي هي معناها يظل أو يبقى، يظل أو مين؟ أو يبقى، وليها معنى تاني اللي هي بمعنى يقيم. والتكنولوجيا عارفينها اللي هي تكنولوجيا. amazing اللي هي معناها رائع أو مذهل. وعندك outdoor معناها خارجي. تمام؟ طيب بيقول لك too much screen time، وقت استخدام الشاشة الكبير قوي. قال لك can affect your eyes، هيأثر على مين؟ هيأثر على عينيك. and your mind، والمايند اللي هو مين؟ اللي هو العقل. يبقى استخدام الشاشة الكتير هيأثر على عينيك وهيأثر على عقلك. قال لك I watched a show، أنا اتفرجت على مين؟ اتفرجت على عرض about the past، اتفرجت على عرض بيتكلم عن الباست اللي هو الماضي. and how children lived without phones، وازاي الأطفال كانت عايشة من غير تليفونات. it made me think، وده خلاني إن أنا أفكر. you should use not only when needed، هنستخدم إيه بس لما نكون محتاجينها؟ طبعا أكيد هتبقى مين؟ هقول لك achieve ما تنفعش دي فعل، ولا stay ولا technology ولا amazing ولا outdoor. يبقى هي نستخدم مين؟ التكنولوجي اللي هي التكنولوجيا بس لما نكون إيه؟ محتاجينها. قال لك I decided to do not activities، فأنا قررت إن أنا أعمل أنشطة إيه؟ عندك achieve أنشطة يحقق، ولا أنشطة stay يبقى ويظل، ولا أنشطة خارجية؟ لا، هتبقى outdoor activities اللي هي مين؟ أنشطة خارجية. So I went to the Grand Egyptian Museum، فرحت مين؟ المتحف المصري الكبير. It was، وده كان إيه؟ كان amazing رائع أو مذهل. قال لك هنا use your time wisely، استخدم وقتك بحكمة. استخدم وقتك بحكمة ليه بقى؟ to not goals، عشان نعمل ايه في الأهداف بتاعتنا؟ to achieve goals، عشان نحقق مين؟ أهدافنا that make you proud، والأهداف بتاعتك دي هي اللي هتخليك إن أنت إيه؟ فخور. ده كده تاني سؤال في الامتحان. نيجي بقى للسؤال اللي بعده، سؤال قطعة الكومبريهنشن. لازم تقرا القطعة كويس وتفهمها وتترجمها على قد ما تقدر، ونركز في القرايه ونقرا مره واثنين وثلاثه. عندك هنا القطعه بتقول لك ايه؟ بيقول لك عمر loved riding his bike، عمر كان بيحب ان هو يركب مين؟ يركب البايك العجله بتاعته more than anything، اكتر من اي حاجه تانية. but he had never joined a race، لكن عمر ده قال لك ان هو ايه؟ عمره ما دخل سباق before من قبل. one day، وفي احد الايام his school announced a bike race، المدرسه بتاعته اعلنت ان هم يعملوا مين؟
هيعملوا سباق للعجله. to raise money، فكر كده to raise money معناها ايه؟ ها فكرت؟ to raise money معناها عشان نجمع فلوس for charity، لمين؟ لجمعيه خيريه. at first، في البدايه عمر didn't want to sign up، عمر ما كانش عايز ان هو sign up اللي هي معناها ايه؟ معناها يشترك. وقال لك ايه؟ what if I lose، طب لو انا خسرت هعمل ايه؟ he thought nervously، فكر وهو متوتر. قال لك his older sister، اخته الكبيره encouraged him، اخته الكبيره شجعته and said، وقالت له ايه؟ trying، المحاوله is better than doing nothing، قال لك المحاوله افضل من انك ما تعملش ايه؟ حاجه خالص. you will learn something new، انت هتتعلم حاجه جديده and have fun، وهتستمتع. inspired by her words، عمر بقى ألهمته الكلام بتاع أخته وعمل إيه؟ عمر started practicing، عمر بدأ إن هو يتمرن أو يتدرب every morning، كل يوم الصبح before school، قبل المدرسة. فعمل إيه؟ he rode his bike faster and longer each day، بقى يركب العجلة بتاعته أسرع ومسافة أطول كل إيه؟ كل يوم. even when it was hot or raining، حتى لو الجو كان حر او الجو بيعمل ايه؟ بيمطر. on the day of the race، وفي يوم السباق يا معلم ايه اللي حصل؟ عمر felt very nervous، عمر حس ان هو متوتر جدا and worried، وقلقان about finishing، قلقان ان هو هيعرف يعمل ايه؟ يخلص. during the race، واثناء السباق he faced some challenges، اثناء السباق واجهته بعض التحديات but kept going، لكن هو عمل ايه؟ عمل ان هو استمر وكمل. encouraging himself quietly، وقعد يشجع نفسه ايه؟ بهدوء. he didn't win first place، الحمد لله ما فازش بالمركز الاول. but he crossed the finish line، لكن هو عدى خط النهايه with a big smile، وكانت ابتسامته ابتسامه ايه؟ كبيره. عمر felt proud of himself، عمر حس ان هو فخور بمين؟ بنفسه for trying، ان هو حاول something new، حاول او جرب حاجه جديده. learning from the experience، وتعلم من الاكسبيرينس and never giving up، وان هو ما يستسلمش. يبقى انت يا بطل لازم تحاول وما تستسلمش. تعال نشوف الاسئله اللي عندنا. عندك اول حاجه بيقول لك تشوز ذا كوريكت انسر، بيقول لك المين ايديا، المين ايديا اللي هي الفكره الرئيسيه للباسج القطعه از عمر، ان عمر ايه؟ عمر gave up before the race as he was ill، ايه ده؟ هو عمر كان عيان قبل السباق؟ لا، الاجابه دي مالها؟ غلط. طيب joined a race and felt proud of trying، انضم للسباق وحس ان هو فخور بالمحاوله؟ صح. طيب broke his bike during the race، كسر العجله اثناء السباق؟ لا، ما جاتش سيرتها. won the school race، لا هو ما فازش بالايه؟ بالسباق، يبقى دي برضو مالها؟ غلط. تمام. طيب عندك في نمبر 2 بيقول لك the event عمر joined was الايفنت، الحدث اللي عمر انضم ليه او اشترك فيه ده كان ايه؟ reading contest، مسابقه قرايه؟ لا. كان ماس جيم، مسابقه او لعبه رياضه؟ لا. بايك ريس، سباق عجل؟ صح، هي دي مين؟ بايك ريس. ولا ساينس شو، عرض علوم او عرض علمي؟ لا. طيب نمبر 3 قال لك the underlined word raised means، تعال نرجع تاني للقطعه كده. عندك بيقول لك ايه هنا؟ قال لك ان هما a bike race to raise money، بايك ريس سباق عجل عشان ان هما raise money، يجمعوا مين؟ يجمعوا الفلوس فور تشاريتي، لجمعيه خيريه. يبقى هنا ريز كانت معناها ان هو يجمع. يبقى هقول لك ايه في الاختيارات؟ عندك روز؟ لا طبعا. عندك هنا ليفتد؟ لا. شاوتد؟ لا. كولكتد؟ هي دي الاجابه، هتبقى كولكتد اللي هي معناها ايه؟ جمع. يبقى يجمع مين؟ جمع فلوس. تمام. طيب قال لك هاو ديد عمر بريبير فور ذا ريس، ازاي عمر استعد للسباق؟ تعال نشوف كده مع بعض. عمر كان بيستعد للسباق ازاي؟ تعال ندور كده اهي. هتلاقي عندك هنا بيقول لك ايه؟ عمر started practicing، بدأ ان هو يتدرب مين؟ every morning before school. يبقى دي رقم كام؟ رقم 4. يبقى عمر started practicing every morning before school، بدأ ان هو يتدرب قبل السباق المدرسة كل ايه؟ كل يوم. فكان بيعمل ايه؟ قال لك he rode his bike faster and longer each day، كان بيركب العجلة بتاعته بشكل أسرع والمسافة أطول كل يوم.
even when it was hot or raining. حتى لو كانت هي hot حر او مين او raining. يبقى دي كده عندك الاجابه بتاعت السؤال الرابع. تمام. نيجي للسؤال الخامس عندنا، بيقول لك ايه بقى يا باشا؟ بيقول لك هنا what might عمر try next time he sees a new event. بيقول لك what might، ايه اللي ربما ان عمر يجربه المره الجايه لما يشوف ايفنت جديد او حدث جديد في المدرسه. تفتكر هيعمل ايه؟ عندك السؤال ده ملوش علاقه بالقطعه، هنفكر ونجيب الاجابه. انا من رايي ان عمر لما يشوف حاجه المره الجايه هيحاول ان هو ينضم ايه؟ هينضم اليها. يبقى ممكن اقول لك ايه؟ he will join the event. هينضم لمين؟ هينضم للحدث. تمام؟ طيب نيجي للسؤال بقى رقم 6. السؤال السادس عندك هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك summarize، وخلي بالك summarize معناها لخص. يبقى لما يطلب منك يقول لك summarize لخص. قال لك the text in 2 or 3 sentences. لخص الموضوع فين؟ في جملتين او 3. طيب هنا اول حاجه لما اجي اتكلم عن الموضوع هعمل ايه؟ هحاول ان انا اقرا الموضوع كله عموما واشوف الفكره بتاعته كانت بتتكلم في ايه، واكتب جملتين او 3 او على حسب ما هو اللي بيمتحنك طالب. تمام؟ طيب هنا ملخص الموضوع عمر، ان هو عمر كان ماله؟ ان هو ما كانش عايز ينضم للسباق، بس في النهايه ان اخته شجعته ودخل السباق. يبقى هنا ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك عمر didn't want. عمر ما كانش عايز ان هو يعمل ايه؟ to join the race. عمر ما كانش عايز يدخل مين؟ السباق. but he joined لكن هو انضم فين؟ at the end في النهاية. يبقى هو ما كانش عايز يدخل السباق لكن هو انضم فين؟ في النهاية. ده كده بالنسبة للقطعة بتاعة الكومبريهنشن. نيجي بقى لمين تاني؟ عندنا السؤال الرابع في الامتحان، عندنا القصة. عندك هنا بيقول لك ايه؟ زينة wrote a simple note about her idea. طبعا احنا عاملين فيديو بنراجع فيه القصة، فلو انت ايه ما شفتوش روح شوفه. عندك هنا زينة wrote a simple proposal اللي هي معناها اقتراح. يبقى زينة كتبت اقتراح عن الفكرة بتاعتها. طيب زينة learned that honesty helps people not you. زينة اتعلمت ان الاونستي الامانة او الصدق ده هيساعد الناس ان هي تعمل ايه؟ فير هتخاف منك، ولا فايت تتخانق معاك، ولا اجنور تتجاهلك، ولا تراست؟ لا، people trust you. الناس ان هي تعمل ايه؟ تثق فيك. قال لك small ideas can lead to. السمول ايدياز الافكار الصغيره هتؤدي الى ايه؟ big مين؟ big changes ولا fights خناقات ولا mistakes غلطات ولا problems مشاكل؟ الاجابه هتبقى changes اللي هي معناها تغيرات. طيب بيقول لك the next year السنه اللي بعدها زينة will be the president of the. زينة هتكون الرئيس بتاع مين؟ السكول بتاعت المدرسه على بعضها، ولا اللابوراتوري المعمل، ولا ستودنت كونسل، ولا لايبراري؟ لا، هنا كانت هتبقى مين؟ البريزيدنت اوف ستودنت كونسل اللي هو رئيس مجلس مين؟ الطلبه. طيب عندك هنا بيقول لك ايه؟ عندها الاسئله الاوبن اندد، تعال نشوفها بتقول ايه. بيقول لك why was it important to choose plants suited اللي هي معناها ايه؟ suited اللي هي مناسب. تمام؟ to their climate. ليه كان مهم ان هم يختاروا النباتات اللي هي مناسبه للمناخ بتاعهم؟ لو تفتكر في القصه في الاحداث بتاعتها هم زرعوا النباتات في الاول وبدات الجو ان هو يمطر، مطرت فتره فالنباتات حصل لها ايه؟ ماتت. تمام؟ طيب يبقى هم ليه مهم ان هم يختاروا النباتات اللي هي مناسبه للمناخ؟ يبقى هنا مثلا ايه؟ to grow better عشان تنمو افضل. يبقى ممكن اختصر الاجابه واقول لك to grow better عشان تعمل ايه؟ عشان تنمو بشكل افضل. طيب بيقول لك why do you think Zena's honesty helped her gain trust from students. تفتكر ليه ان Zena's honesty الصدق او الامانه بتاعت زينة ساعدها ان هي gain trust تكتسب الثقه من الطلبه؟ يبقى هنا ممكن اقول لك مين؟ تفتكر ليه بقى؟ فكر كده. يبقى هقول لك مثلا هنا when عندما you are honest لما بتكون صادق او امين. people الناس مالها؟ will trust you. الواحد لما بيكون صادق اولاد دايما الناس بتبقى واثقه ايه؟ واثقه فيه. تمام؟
طيب نيجي بقى للسؤال اللي بعده. عندك سؤال الجرامر، عندنا الجمل بتاعت الريرايت، تعال نشوفها مع بعض. بيقول لك you mustn't climb on the furniture because you might fall. يعني انت ممنوع انك تتسلق على العفش because you might fall، لانك ممكن تقع. وهنا عايز استخدم مين؟ عايز استخدم don't. طيب don't دي كنت بستخدمها امتى؟ في الجملة الأمرية المنفية. طب قاعدتها كانت شكلها ايه؟ don't معاها الفعل في المصدر. don't والفعل فين؟ في المصدر. فهنا لما اجي احلها هقول لك ايه؟ هقول لك don't climb لا تتسلق او ما تتسلقش on the furniture or you might fall. هتكمل باقي because you might fall، هتكمل الجملة زي ما هي. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك علي said، علي قال I am reading a book. علي قال لك ايه؟ قال لك انا بقرا كتاب. وعايز استخدم هنا مين؟ هستخدم was. طيب صلى على النبي، دي قاعدة مين؟ دي قاعدة الكلام المباشر والكلام الغير المباشر. طيب هو هنا عايز استخدم was، فهتيجي مكان مين؟ هتيجي مكان am، يبقى انا هحول الكلام ده لغير ايه؟ مباشر. فهنا هبدأ مين اللي قال الكلام؟ اللي قال الكلام هو علي. هستخدم بعدها مين؟ هستخدم بعدها said، بشيل أقواس التنصيص وكنت بربط بمين؟ بربط بذات. تمام؟ طيب الاي هنا هتتحول على اللي بيتكلم بره اللي هو علي، يبقى هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها هي. طيب فعل القول هنا ماضي، فاحنا كنا متفقين لما يكون فعل القول ماضي بنزل بزمن الجمله درجه. يبقى علي said that he was reading، مفيش حاجه ثانيه هتتغير في الجمله وهتكمل الجمله عادي زي ما هي، يبقى was reading a book. تمام؟ ولو ما شفتش فيديو شرح الجرامر ارجع له عشان تفهم القواعد بتاعتك، لان عشان نحل السؤال بتاع الريرايت لازم اكون عارف القاعده وفاهم هي بتستخدم في ايه، واكون عارف التكوين بتاع كل قاعده عندنا. طيب عندك هنا في نمبر 3 بيقول لك I saw that movie twice، وطلب منك انك تستخدم كلمه مين؟ كلمه already دي كانت بتيجي مع مين؟ مع زمن المضارع التام. المضارع التام يعني كان شكله ايه؟ اللي هو have او has والتصريف الثالث. فاقول لك هنا ايه؟ اقول لك I have seen، يبقى هنا بدأت بمين؟ الفاعل اللي هو I، حطيت لها have، بعد كده التصريف الثالث من so هتبقى اسمها seen. يبقى I have seen that movie، أنا اتفرجت على هذا الفيلم كم مرة؟ twice، مرتين. ده كده بالنسبة يا معلم لسؤال الريرايت. نيجي بقى لسؤال الكومبليت برضو على الجرامر. عندك هنا قال لك no walk on the wet floor until it dries، ما تمشيش على الأرض المبلولة لحد ما تنشف كومبليتلي تماما and الصيف وتكون مالها؟ تكون آمنة. طيب دي جملة أمرية منفية، يبقى هستخدم مين؟ هستخدم don't وبعدها الفعل في المصدر اللي هي مين؟ اللي هي walk. تمام؟ طيب بيقول لك if I know the answer، لو أنا عارف الإجابة. قال لك to the question للسؤال I would have raised my hand، كنت هرفع إيدي. دي حالة مين يا أولاد؟ دي عندنا حالة if الثالثة، كان بستخدم بعدها had والتصريف الثالث، والنص الثاني كان بيبقى عندنا would have وتصريف ثالث. فأنا عندي لقيت would have وتصريف ثالث، يبقى هنا أنا عايز مين؟ had والتصريف الثالث، فهحط had. no تصريفها الثالث اللي هي مين؟ اللي هي known، يبقى if I had known the answer. يعني لو كنت عارف الإجابة بتاعت السؤال أنا كنت هرفع إيه؟ هرفع إيدي. طيب هنا بيقول لك technology is useful، التكنولوجيا مفيدة. it has some disadvantages، وليها بعض العيوب. فهنا بقول لك إن هي مفيدة وهنا ليها عيوب، يبقى هنا بتكلم على مين؟ بتكلم على تناقض. طيب مين اللي كان ممكن استخدمها للتناقض؟ عندك ممكن استخدم حاجة زي while اللي هي كانت معناها إيه؟ معناها بينما. طيب ممكن استخدم مين تاني؟ ممكن استخدم حاجة زي although، يبقى بالرغم من ان التكنولوجيا مفيده بس هي ليها بعض الايه؟ بعض العيوب. يبقى عندك while او although بستخدمهم لمين؟ للتناقض. تمام؟ طيب نيجي بقى للسؤال اللي قبل الاخير. عندها سؤال المحادثه، وزي ما اتفقنا حضرتك هتقرا العنوان بتاع المحادثه، تقرا المحادثه كلها، تترجم، واللي انت هتفكر فيه بالعربي هتكمله بالانجليزي. فهنا بيقول لك يوسف and مريم are talking about dreams، يوسف ومريم بيتكلموا عن الاحلام. فيوسف سألها قال لها what do you want to be in the future، عايزة تكوني ايه في المستقبل يا مريم؟ فقالت له إجابة. أنا مش عارف إيه هي الإجابة، أكمل عشان أعرف، عشان لو حطيت حاجة تانية غير اللي المحادثة مكملة بيها هتطلع الإجابة بتاعتك غلط.
فراح سائلها قال لها why do you want to be a writer؟ ليه عايزه تكوني كاتب؟ يبقى هي كانت عايزه تكون ايه؟ عايزه تكون كاتب. طب هجاوب ازاي؟ يبقى هتشيل what و do، عندك you هتتحول لمين؟ I want to be، انا عايزه ان انا اكون مين؟ a writer، انا عايز اكون ايه؟ عايز اكون كاتب. تمام؟ طيب قال لها why do you want to be a writer؟ ليه عايزه تكوني كاتب؟ تفتكر ليه؟ قالت له على اجابه، فراح سائلها سؤال فقالت له yes I do I usually write in my free time. واحد عايز يكون كاتب يبقى هيكون كاتب ليه؟ اكيد بيحب الكتابه، يبقى هتقول له مثلا as I like writing، as I like مين؟ writing. وانا عارف انك في الامتحان بتتلخبط انك تكتب because، فنصيحه استخدم as برضو معناها لان زيها زي كلمه مين؟ زي كلمه because. طيب سالها بقى هنا سؤال، تمام؟ فقال لها هنا في الاجابه، قالت له مريم في الاجابه yes I do، قالت له I usually write in my free time. انا عاده بكتب فين؟ في وقت الفراغ بتاعي. يبقى هيسالها مثلا يقول لها ايه؟ هل انت بتكتبي حاجه؟ تمام؟ يبقى هقول لها ايه؟ هقول لها مثلا do you write anything؟ هل انت بتكتبي اي شيء مثلا. تمام؟ وخلي بالك في المحادثه اي اجابه مناسبه مقبوله. طيب قال لها can I read one someday؟ ممكن مثلا اقرا واحده في يوم من الايام، فهتقول له ايه؟ ممكن تقول له على حاجه، فسالها سؤال فقالت له I will bring it tomorrow، قالت له انا هجيبها لك بكره. يبقى هنا can I read one someday؟ ممكن اقرا واحده مثلا، فهتقول له ايه؟ هيقول لها yes you can، او مثلا yes sure او yes of course. تمام؟ طيب قالت له I will bring it tomorrow قالت له انا هجيبها لك بكره. تمام؟ طيب يبقى هنا مثلا ايه؟ هيسالها هيقول لها هتجيبيها امتى؟ هسال عن tomorrow بكلمه مين؟ when، وهتيجي على I will هتعمل لها مقص، يبقى اسمها ايه؟ اسمها will you. يبقى will you bring it، هتجيبيها امتى. تمام؟ طيب ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمحادثه. واخر حاجه عندك مين؟ عندك في الايميل قال لك انك تتكلم على مين؟ على البالانس سكرين تايم، موازنه وقت الشاشه، موجوده في الفيديو بتاع الباراجرافات اللي انا عامله لك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك لسه في فيديوهات تانيه هنحل فيها تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.